السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا يا جماعة هنتكلم النهاردة على فيديو تفصيلي على كهرباء الاسقوط. طبعا هنتكلم كل حاجة مع بعض. أول حاجة عندنا الملف اللي هو ده ملف الكهرباء، ده ملف الكهرباء اللي بيطلع منه الكهرباء لبلاطة الشحن وبيطلع منه كهرباء للإلكتروني أو الأكتوفايل. طبعا ده عندك أربع أسلاك، عندك هنا أربع أسلاك أهو المنظر ده. ننزل شوية عشان إيه يبقى شايفين التفصيل. اول حاجه السلك الاحمر في اسود اهو، ده طالع منه احمر في اسود وماشي احمر في اسود. الاحمر في اسود ده اللي هو الاول واحد خالص، ده رايح للالكتروني للاكتوفاير اهو، رايح للالكتروني او الاكتوفاير اهو، احمر في اسود. وداخل فيه اللي هي مخرجين داخل فيها اهي من تحت. حط ده على جنب كده اللي هو الاكتوفاير. يبقى ده كده اول حاجه الاحمر في الاسود. بعد كده الاحمر في الابيض. الاحمر في الابيض ده متوصل بالضفيره ومتوصل في الازرق ابيض اللي هو الفحميه. يبقى ده الفحميه اهي ازرق في ابيض وطالع معايا للضفيره ماشي في السلك زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده. بعد كده عندنا الارضي اللي هو الاخضر ده، الارضي ده متوصل، سلك الارضي متوصل لمجموعه ارضي متوصلين مع بعض في النقطه دي. بعد كده عندنا سلكتين اصفر، السلكتين الاصفر دول اللي طالعين من ملف الشحن، دول بيودوا على بطاريه الشحن او بلاطه الشحن اهو. السلكين الاصفر هم لو انتم ملاحظين معايا مكملين معايا لحد بلاطه الشحن بالمنظر ده. دي كده التوصيلات الخمسه بتاعه الملف الكهربائي. خلاص، نيجي بعد كده للتوصيله الثانيه بعد الملف الكهربائي على طول مباشر. ننزل تحت كده شويه عشان ايه، عشان بس نبقوا فاهمين، نتكلم بس حاجه في حاجه مع بعض كده. الايه ده كده الملف الالكتروني. خلاص ماشي. بعد كده بعد الملف نطلع كده او ننزل تحت كده شويه عشان ايه نبقى فاهمين بقيه الدوائر. عندنا هنا الجزء ده بتاع الجزء ده بتاع اهو، لو انتم ملاحظين معايا كده شوف كده اهو الجزء ده ماشي. لقاط المارش اهو طالع منه سلكتين، السلكه الاولى اللي هي الاصفر في الاحمر والسلكه الثانيه اللي هي الاخضر في الاحمر اهو، اخضر في احمر او السلكه اللي هي الاصفر في الاحمر. طب لقاط المارش، السلكتين بتوع لقاط المارش جايين منين اهو؟ نحاول نطلع كده شويه فوق. ادي السلكتين بتوع لقاط المارش. لقاط المارش زي ما انتم شايفين معايا سلكتين، واحده اخضر في احمر طالعين منه اللي هي الارضي متوصله بالارضي اهي، اخضر في احمر المتوصله بيه طالعه منه متوصله بالاخضر اللي هو الارضي اللي هو متوصل في مجموعه الارضي بالمنظر ده. بعد كده عندنا الاصفر في احمر اللي هو راجع الكهرباء بتاع الكونتاك تمام، ده اللي بيدي كهرباء للقاط المارش اللي هو الاصفر في احمر بالمنظر ده. طبعا ده داخل برضه جوه معايا في الشبكه بتاعه الضفيره. دي التوصيله الثانيه اللي هي لقاط المارش. طب كده لخصنا اللقاط المارش. نيجي للتوصيله رقم 3 بلاطه الشحن. بعد كده هنتكلم عن الاكتوفاير. بلاطه الشحن يا جماعه اهي، دي بلاطه الشحن زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده. بلاطه الشحن طالع منها اربع وصلات. اول حاجه وصلتين للملف اللي احنا اتكلمنا عليهم، دول طالعين من بلاطه الشحن. بعد كده طالع منها طرف اخضر، طرف اخضر اللي هو الارضي اهو، ده يا جماعه اللي هو الارضي. خلاص، بعد كده طالع منها سلك احمر. سلك احمر يا جماعه اهو، السلك الاحمر ده لو احنا مشينا وراه اهو سلك احمر زي ما انتم شايفين معايا. السلك الاحمر ده راجع للضفيره، ده ماشي رايح لحد الضفيره. يبقى عندنا اتنين اصفر وواحد اخضر في احمر تمام. وكمان موصل ببلاطه الشحن متوصل بيها سلك اخضر، لو انتم لاحظين معايا اهو جوه سلك اخضر متوصل بمجموعه الارضي اللي انتم شايفين معايا بالمنظر ده. يبقى الميكانيكي اللي عمل ده طبعا عامل كوليكشن اخضر ارضي كده وموصل بقى بيه كل التفاصيل بتاعتي هنا عشان يقفل الارض. طبعا هنا ده طبعا لو تلاحظوا معايا ان هو حاطط ده لوحده كده، مجمعهم مع بعض اللي هو الارضي كله مع بعض، مجمعهم كده وموصلهم بخط ارضي واحد بس اهو. ده الخط الارضي يا جماعه اللي رايح للضفيره، ده الخط الارضي اللي رايح للضفيره اللي على اساسه بيغذي الاكتوفاير او الالكتروني، بيغذي لقاط المارش، بيغذي بلاطه الشحن، بيغذي الملف، بيغذي
الملف. ده السلك الاخضر اللي بيطلع منه كل الوصلات دي. طبعا اي سلك بقى اخضر طالع منه رايح بقى سواء للقط بتاع المارش او رايح عندنا كمان هنا، لا ده في كمان سلك اخضر هنا يا جماعه، هنا عشان برضه ما ننساش برضه السلك اخضر رايح من الاخضر الاصلي اللي هو الارض ده لحد موبينه التكرير، لحد موبينه التكرير اللي هي الجزء ده، ده موبينه التكرير اللي انا ماسكه بايديا ده. طبعا الموبينه بتاخد واحد ارضي، وبتاخد واحد اكتو فاير اللي هو الاصفر في الاسود اهو، ده رايح للالكتروني اهو اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه، رايح الالكتروني اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه. طبعا انا بحاول ان انا اجيب لكم المشهد، هحاول ان انا اطلع تاني اجيب لكم المشهد بالكامل من فوق عشان الناس تشوف الايه الشكل عامل ازاي. خلاص نتكلم بقى على الاخر واحد خالص اللي هو الالكتروني او الاكتو فاير، اللي هو المسؤول عن توصيل الكهرباء من ملف الكهرباء للبلاطه، وكمان ان هو مسؤول عن الدواره عشان بيوصل كهرباء لموبينه التكرير. طب الاكتو فاير ده لو احنا ملاحظين بس كده، هحاول اظبط لكم الاسلاك. الاكتو فاير ده طالع منه يا جماعه ايه؟ طالع منه سلكتين اهو، احمر في اسود، اللي هو ده السلك الاصلي المسؤول عن الدواره اللي هو واخده من الملف تحت اهو. اهو انزل تحت شويه كده اهو، ده السلك اللي واخده من الملف اللي هو الاصفر اللي هو الاحمر في الاسود ده واخده من الملف، بياخده من الملف يبدا ياخده يطلع بعد كده لما هو ياخده يبدا يطلع من الناحيه الثانيه سلك اصفر في اسود، ده رايح لموبينه التكرير المسؤوله عن الدوار اهو. فين الموبينه هي طالع منها سلكين اهو، سلك اصفر اهو، سلك اصفر في اسود اهو. بصوا يا جماعه الشكل عامل ازاي اهو، اصفر في اسود طالع موبينه التكرير مع الاخضر بتاع الارضي عشان يغذوا يغذوا الكهرباء بتاعه البوجيه. تمام اهو، اصفر في اسود بالمنظر ده. برضه طالع اخضر عشان ياخد ارضي. ما انتوا يا جماعه عندكم هنا، عندنا هنا الكتروني موصل لاربع حاجات. عندك فيشه فيها 4 وفيشه فيها 2. الفيشه اللي فيها 2 واحده منهم بتاخد كهرباء دايركت من الملف اللي هي الاحمر في الاسود، والثانيه الابيض في الاسود راحه معانا لحد الضفيره اللي هي دي. بعد كده عندنا الاربع مخارج اللي هي دي، واحد ارضي اهي، ركز معايا، واحد ارضي خلاص. بعد كده اسود في اصفر رايح لموبينه التكرير، بعد كده ابيض في احمر رايح معانا للضفيره. ده كده الالكتروني. طبعا ده واخد من الملف زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده. خلاص احنا عندنا هنا توصيلات الملف اهي، الخمس توصيلات بتوع الملف اهي. معانا بلاطه الشحن اهي، برضه بلاطه الشحن يا جماعه واخده ارضي من هنا، متوصل في المسمار بتاعها هنا زي ما انتم شايفين معايا جوه اهي، واخده ارضي ماشي، وكمان داخل لها ارضي من هنا. يعني هي واخده هي طالعه ارضي ووصل لها كمان ارضي من هنا. طبعا كل ده يا جماعه متصل بارض واحد اللي هو واصل من الضفيره، اللي هو طالع من الضفيره يا جماعه، ده اللي ماسك فيه جميع الخطوط الارضيه بتاعه الفايل بتاعنا. طبعا ده لازم يطلع ويتفك كده ويتظبط عشان يظبط كل حاجه واصله الارضي، وبعد كده نظبطهم نقفلهم مع بعض عشان ده المسؤول عن كل التوصيلات الارضي بتاعتنا. خلاص ده كده اغلب الاستخدامات او اغلب الحاجات اللي احنا يعني بنحاول ان احنا طبعا نفهمكم الحاجات دي واصله ازاي او ماشيه ازاي. تمام طبعا ده فيديو كهرباء، احنا بس بنشرح الكهرباء ماشيه ازاي في الاسكوتر. طبعا عندنا الملف، عندنا بلاطه الشحن، عندنا الالكتروني، عندنا موبينه التكرير، عندنا لقاط المارش. كل ده يا جماعه واخد كهرباء من الملف اللي هو الاساسي في تدوير كل الكلام ده كله. طبعا البطاريه لقاط المارش بياخد منها برضه دايركت كامل عشان يبدا يشتغل معانا، مع ان اللقاط واخد كهرباء من البطاريه واخد ارضي عشان يبدا يشتغل معانا، واخد كمان يعني واخد هنا ده عندنا
جزئين من اللقاط واخد من الجزء الاول او المسمار الاولاني واخد من لوحه الكونتاكت او من الكهرباء بتاع ماشي الكونتاكت والاي دي، واللوحه الثانيه واخد دايركت من البطاريه عشان يبدا يدور المارش بتاعك عشان يعمل عمليه الفصل بتاعه عمليه المارش. تمام. اتمنى تكونوا شفتوا التوصيلات عامله ازاي كويس. طبعا كل ده هيظبط بقى عشان ايه الحاجه تطلع مظبوطه، الحاجه تطلع متقفله ممتازه، عشان ايه الحاجه ما تبقاش بايظه معانا، والحاجه تبقى متقفله صح، عشان الحاجه لما تبقى متقفله صح دي اهم حاجه عندنا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.